والتي قامت في مرحلتها الأولى بتوعية 25 ألف طفل بالنظام الغذائي السليم بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر. هي التنميق اللي بيدخل كل فايدة الأكل جوه الجسم، يبقى أنا لو ما كنتش فيتامين هستفيد من الأكل أصلا؟ مش هستفيد من الأكل كله، خلاص؟ غذاء أفضل لحياة أفضل، مقولة كانت سببا لإنشاء مبادرة أبناء أصحاء، تلك المبادرة التي بدأت في مصر في ديسمبر الماضي من أجل الوصول إلى نصف مليون منتفع من الأطفال بحلول عام 2015. تهدف هذه المبادرة إلى رفع وعي تلاميذ المدارس الابتدائية بالتغذية الصحية كأساس للنمو الصحي وتنمية الأجيال الجديدة، وإكسابهم عادات غذائية إيجابية بغرض حمايتهم من الأمراض. بدأت بالدعوة إن احنا نبقى في يعني تعاون مشترك ما بين التربية والتعليم لإبراز الهرم الغذائي، وده طبعا بيبقى درس مسرحي في الدرس المنهجي. اتعرف من خلالها على شخصيات جديدة، اتعرف من خلالها على مجتمع جديد، اتعرف من خلالها على وجهات نظر ناس تانية، اتعرف على فوائد لأجزاء في الأطعمة والحاجات اللي بياخدها، اكتسب عادات غذائية جديدة. بدأنا هذه المبادرة منذ ديسمبر الماضي، وقد أفادت حوالي 25 ألف تلميذ ابتدائي في 50 مدرسة، وفي المرحلة الثانية للمبادرة سنحاول أن نركز على وصول هذا البرنامج إلى 100 مدرسة في 7 محافظات للوصول إلى ما بين 60 و80 ألف طفل. الطفل إذا شب على صحة سليمة أصبح عصب الحاضر وشريان المستقبل الذي تنهض به الشعوب، ومن هنا حاولت هذه المبادرة أن تقوي العصب ليصل إلى الشريان الذي يضخ في قلب مصر. استفدنا من الأكل وعرفنا فوائد الأكل وفوائد المية. استفدت إن احنا لازم ننوع في غذائنا، يعني ناكل خضروات وفاكهة بكل أنواعها، ما نقتصرش حاجة معينة. لازم نلعب رياضة كتير عشان يجي سننا يبقى رشيق كده وما نتخنش، ولازم ما ناكلش اكل كتير. احنا ما ناكلش مثلا دهون كتير لان كترها بتاثر جدا في الجسم. العقل السليم في الجسم السليم، فبناء هيكل صحي سليم منذ الصغر يصل الى عقل مفكر ومبدع في الكبر. من حفل نجاح المبادرة الأولى لأبناء أصحاء، مريض إسحاق للتلفزيون المصري. نهاية الخامسة، وهذا تذكير بأهم العناوين. المشير طنطاوي